عارف ايه اكبر كارثه في البيزنس؟ انك تجري تحل من غير ما تسمي المشكله. ساعتها بقى كل اللي بتعمله ده اسمه ترقيع. تعال اديك مثال بيحصل معانا كلنا. اداره قالت عايزين ليدز اكتر، لو مشينا كده هنصرف ادز لمده شهر وبعد كده نقول مفيش نتيجه. والموضوع بقى مش ليدز اكتر، الموضوع مشكله محدده لازم تتسمى. بروبلم ستيتمنت ايه هو؟ جمله واحده فيها المشكله، ايه اللي بايظ بالظبط، عند مين، اي فريق او اي عميل، فين بالظبط، على تشانل معين ولا على بروسيس، على عمليه معينه بتحصل، بانت ازاي دلوقتي، على مؤشر ولا سلوك. تعال اديك مثال صغير. ليدز داخله على 3 تشانل ومفيش اونر ليهم، وبتتبرد اول ميتنج ريت وبينزل في اول 24 ساعه. الاونر هنا اول واحد مسؤول عن الخطوه اللي بيستلمها، يعني الميتنج ريت ده نسبه اللي بيتحولوا لاجتماعات حقيقيه او عملاء حقيقيين. يعني طب ليه ده مهم؟ عشان من غير بروبلم ستيتمنت مش هتعرف توصل للفاليو بروبوزيشن. بالعربي كده مش هتعرف تقول للعميل ايه اللي هيستفاده فعلا. عشان تبقى عارف، الفاليو بروبوزيشن ده الوعد اللي بتديه للعميل، ايه اللي هيكسبه او ايه اللي هيتخلص منه لما يستخدم الحل بتاعك. والاداه اللي بتخليك تصيغ ده صح اسمها GTBD، جوب تو بي دان. الجوب الحاجه اللي العميل عايز ينجزها، البين الوجع اللي بيواجهه لما بيعملها، والجين المكسب لو لها حل سهل. وتعال نقول مثال سريع. الجوب مدير مبيعات عايز رد سريع على الليد. البين الطلب بيتحول ما بين 3 ايميلات وبيتاخر طبعا في الرد. والجين اللي عايز يوصل له رد اوتوماتيك في اول ساعه زائد اونر واضح. ومن هنا بقى يطلع الفاليو بروبوزيشن، بيضمن الرد على اي ليد خلال 60 دقيقه وكمان بمسؤول واضح. شفت الربط؟ من بروبلم ستيتمنت قدرت تطلع البين والجين وتطلع فاليو بروبوزيشن محدد. ده بقى اللي بيخلي الحل مش جمله حلوه في البرزنتيشن، لكن حاجه يحسها العميل على طول. ودلوقتي جه دورك اكتب بروبلم ستيتمنت عندك. المشكله عند مين وفين وازاي، وحولها بقى لفاليو بروبوزيشن، جوب وبين وجين، ويبقى وعد واحد واضح. وسيبها في الكومنتات يا سيدي، وهنختار 3 نحللهم سوا. وما تنساش اللايك والفولو والشير لعلنا نستفيد. سلام.